قصة ثعلبة بن حاطب استنكرها أهل العلم من جهتين، إضافة إلى ضعف السند. استنكروها من جهتين إضافة إلى ضعف السند. الجهة الأولى قالوا كيف لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم صدقته وتوبته بعد أن جاءه، والرسول يقبل توبة الكافر. الثاني استنكروها من جهة أن ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، فكيف رجل من أهل بدر يصدر منه هذا الأمر، والله عز وجل قال لأهل بدر اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقالوا إضافة إلى ضعف السند فيها هذان الأمران المنكران. خلاص. أما جمهور أهل التفسير فعندهم هذه القصة مشتهرة ومتداولة بينهم، واشتهار القصة وتداولها بين العلماء وخاصة أهل الفن المعين يدل على ثبوتها. فكيف نوفق بين هذا الكلام؟ نقول أما بالنسبة أن الرسول لم يقبل من ثعلبة لأن الله عز وجل قد أخبر أنه منافق والمنافق لا يقبل منه. انظروا في تمام الآية، قال فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فذكر التولي والإعراض فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. معناته هذا نفاقه ثابت وكفره ثابت بنص الآية، ولذلك لم يقبل الرسول توبته، وقد أخبر الله أن هذا يبقى فيه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لقضية أن ثعلبة بن حاطب من أهل بدر وقد غفر الله لأهل بدر، فنقول ثعلبة بن حاطب الذي من أهل بدر مات في أحد، هذا مات في زمن عثمان، فهذا ثعلبة بن حاطب آخر غير ثعلبة الذي هو بدري ومات في أحد. هذا شخص وهذا شخص آخر. فزالت أوجه النكارة في المتن ذكرها بعض أهل العلم. بدينا في قضية السند. تذكروا لما ذكرنا لكم أن طرق التصحيح عند أهل العلم لا تقتصر فقط على الأسانيد والرواة، وقلنا لكم من طرق التصحيح عند أهل العلم اشتهار الحديث وتداوله عند العلماء أهل الفن وقبولهم له. هذا الحديث من الأحاديث التي اشتهرت عند أهل الفن وقبلوها ونصوا على ذلك. هذا ابن العربي في آخر الحديث قال وهذا الحديث مشهور. إذن هذه القصة التي وردت في هذا الحديث ثبوتها لا من جهة السند والرواة، إنما قبولها من جهة إيش؟ اشتهارها عند أهل الفن وتداولها بين أيديهم بالقبول. تذكروا ذكرنا لكم 5 طرق للتصحيح وللقبول غير طريقة الأسانيد. الطريقة الأولى وأشهرها وأعظمها وأعلمها عند الناس التواتر. تعرفوا أن التواتر طريق ثبوته وليس طرق ثبوته إيش؟ السند. ما تعرفوا هذا الكلام؟ مباحث التواتر كلها خارجة عن مباحث السند، لذلك لا يشترط في من ينقل عنهم التواتر الثقة والضبط. وقد يأتي الحديث المتواتر المنصوص على تواتره ولا تقف إلا على أسانيد له ضعيفة، فنقول لك هو مو معتمد في ثبوته على هذه الأسانيد، هو معتمد في ثبوته على تلقي الكافة عن الكافة إليه. أكبر مثال وأوضح مثال على هذا القراءات السبع. لو نظرت إلى أسانيد القراءات السبع المذكورة في أول كتب القراءات، وهي يسميها العلماء أسانيد الاختيار وليست أسانيد ثبوت القراءة، لو وجدت أن أسانيد الاختيار كلها ضعيفة وأحادية، فمن فين جاء قبولها وتواترها؟ أقول بتلقي الكافة ليس بهذه الأسانيد. ونبه على هذا ابن اللبان كما ذكر ذلك ابن الجزري في آخر منجد المقرئين. إذن الحديث المتواتر مباحثه خارج الإسناد، والحديث بها ثابت ثبوت يقيني يفيد العلم الضروري بالثبوت. النوع الثاني الحديث المشهور المتلقى عند العلماء بالقبول خاصة عند أهل الفن، ترى كثير من أحاديث السيرة النبوية من هذا الباب، وكثير من أحاديث التفسير من هذا الباب. النوع الثالث ما جرى عليه العمل، جرى عليه العمل عند العلماء. الحديث سنده ضعيف لكن عليه العمل عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم وإن ما كانوا كلهم، لكن عليه العمل، في عليه عمل، وجريان العمل بالحديث يفيد ثبوته. الأمر الرابع الأمر الرابع بثبوت الحديث ذكرنا 5، خليكم أبحث عنها. فهذا الحديث الآن اللي بين أيدينا حديث ثعلبة بن حاطب متلقى بالقبول عند أهل العلم، فهذا عند أهل التفسير، فهذا الحديث ثابت تغني شهرته عند أهله عن النظر في أسانيده. وهذه العبارة كثيرا ما يستعملها ابن عبد البر النمري في الاستذكار وفي التمهيد، يقول هذا مثل حديث هو طهور ماؤه الحل ميتته، فذكر أن هذا الحديث لم يقف عليه من أسانيد ضعيفة، تكلم فلان وتكلم فلان، ثم قال وهذا الحديث مشتهر بين العلماء وشهرته تغني عن النظر في أسانيده. إذن هذه شهرة غير شهرة التداول، صار عندنا هذا أمر رابع. فهذه قضية يعني ينبغي الانتباه لها. ولذلك لا تبحث هذه المسألة بالطريقة التي جرى عليها بعض الناس، يقول لا نطبق قواعد المصطلح في أسانيد السيرة وأسانيد السيرة، هذا مو صحيح. إنما نقول أهل العلم بالتصحيح والتضعيف لهم طرائق شتى، أشهرها طريقة أهل الحديث، وهذه الطرق الباقية الأخرى هي طريقة الفقهاء والأصوليين. ترى ليس معنى طريقة الفقهاء والأصوليين أن أئمة الحديث لا يعملون بها. الإمام أحمد من أئمة أهل الحديث يعمل بها، الإمام مالك من أئمة أهل الحديث يعمل بها، الإمام الشافعي من أئمة أهل الحديث يعمل بها، الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل الحديث يعمل بها، فكلهم يعمل بها. هذه من الطرق التي تتلاقى فيها طريقة المحدثين وطريقة
الفقهاء، تتكامل بها طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. وكنت مرة أشرت لكم مع ذكر أمثلة من كلام الإمام أحمد في هذا الباب. فهذا الحديث حديث ثعلبة بن حاطب نحن نرى أنه ما دام أهل الحديث اشتهر عندهم وذكروه بالقبول، وكما قال ابن العربي وهو صح الروايات وقال وهو مشهور عندهم في التفسير، فهذا معناه أنه ثابت، بس لكن على غير طريقة أهل الأسانيد، على غير طريقة أهل الأسانيد. الطريقة الخامسة طريقة ورود الحديث بطرق كثيرة ضعيفة، فإن هذه من طرق متعددة ومختلفة، وهي قبول الحديث بالشواهد. قبول الحديث بالشواهد ترى من طرق الفقهاء والأصوليين، ليس من طرق المحدثين، ولكن المحدثين استفادوا وعملوا به. وضحت هذه الأمور، فهذا الحديث بسبب هذه الآيات واضح وبين بإذن الله